اصحابي فلوج داي نمبر 7، وغالبا ده هيكون الفلوج اللي قبل الاخير. فطرت بقى ابو الولد وبعدين كنا معزومين على الغدا وقعدنا بقى ناخد سناكس، واكلت الهاني كيك دي كانت لذيذه، وطبعا القهوه السعودي والشاي. وطبعا مفيش غنى ابدا في اي قعده عن القهوه السعودي، بناخدها طول ما احنا قاعدين حرفيا، خلاص اتعودت عليها. بعد كده قعدنا بقى نكمل التزيين بتاع التوزيعات. اللي مش عارف ايه التوزيعات دي، بتبقى هدايا من ام العريس او من ام العروسه على حسب. احنا كنا من ام العريس، وبتبقى توزيعات بتديها للمعازيم اللي بيكونوا موجودين از اجفت كده علشان تكون معاهم. واحنا اخترنا او عمته اختارت انها توزع المرايات دي، كانت برضو شكلها لذيذ قوي وفكرتها كانت جميله ومختلفه، جبنا منها شكلين مختلفين. والميزه بقى او الجو اللي احنا عملناه ان احنا قعدنا نزينها كلها مع بعض، فحسينا بالفرحه بجد وان احنا بنحضر حاجه حلوه. وكنت خلصت الحاجات دي كلها بالليل. انا مشكلتي لما ببدا في حاجه بحب اكملها. وبعدين بقى طبعا عشان التشيز كيك اللي عملناها اللي كانت بالكوفي والكراميل كانت خطيره، فكان لازم اعمل واحده تانية بالجيلي. فقعدنا بقى خدنا استراحه كده وقعدنا نعمل في التشيز كيك اللي بالجيلي. وكل الوصفات دي هنزلها لكم كلها، فنخلص الفلوجز كده هتلاقوا كمية ريسيبس بجد خطيرة. وعملناها وحطيناها بقى في الفريزر لحد ما تمسك نفسها وتجمد كده شوية، او نسيبها لتاني يوم في التلاجة بيكون احلى كمان. واخدنا بقى البريك بتاعنا، اخدنا هنا الكوفي، اخدت قهوة سادة معاها حتة من التشيز كيك اللي انا قلتلكوا عليها، وكملنا بقى بقية التوزيعات وخلصناها الحمد لله كلها. وايه رأيكم بقى في التزيين ده؟ كده كان التزيين بتاعي، قولولي بقى ايه رأيكم، حلو ولا ايه النظام؟ وهنا انا عملت الصراحة 2 منهم، والاتنين التانيين هم عملوهم كلهم مع بعض، فانا عملت بس اللي هي الاولانية والتانية. وبعدين بقى رحنا اتمشينا شوية في جدة، وكان اليوم الوطني، فلقيت ناس كتيرة جدا كانت بتحتفل طبعا بالاعلام في الشوارع، او كان اليوم اللي قبل اليوم الوطني كانوا بيحضروا ليه، وقعدوا بقى يحتفلوا كده زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى رحنا بعد كده السلام، مول السلام، ورحنا نتمشى ونشوف الاوفرز اللي موجودة هناك، ونبقى عملنا حاجة جديدة برضو. كنا رايحين جدة نشتري كام حاجة كده فعدينا عليه. طبعا هو محلات عادية زيها زي المحلات اللي في بقية المولات، مفيش اختلاف، وما لقيناش فيها اي اوفرز مختلفة. فبيبقى حلو جدا في المواسم اللي فيها عروض موجودة هناك في السعودية، ساعات بيبقى فيه حاجات كمان اسعارها حلوة قوي وارخص من عندنا هنا في مصر. دخلنا بقى لقيناهم كلهم طبعا زي ما انتوا شايفين حاطين البلالين بتاع اليوم الوطني، وهنا قاعدين بقى بيعملوا شوية فعاليات مع الاطفال، فكانت حلوة قوي برضو. وقعدوا بقى يحتفلوا وانا كنت سمعت ان هو بيكون فيه احتفالات فظيعة وفي الشوارع وكده، بس اليوم الوطني هيبقى يوم الفرح بتاع ابن عمتي، فطبعا مش هنقدر ان احنا نحضره. وزي ما قلت لكم رحنا بقى نتمشى كده في بقية المحلات، وطبعا ازحم مكان في الدنيا هو البيك، وهتلاقوا بقى طوابير ملهاش اخر. وبعدين بقى بالليل خالص رحنا قعدنا في كافي، كان برضو شكله لذيذ قوي، وكان الديزاين بتاعه عجبني قوي الصراحه، كله معمول كده بالورد وكان شكله حلو قوي، فصورته لكم. وهناك بقى طلبت الكوفي اللي هي السيجنيتشر بتاعتهم، وده كان ريكومنديشن منهم ان انا اجيب الكوفي دي. والصراحه كانت اغلى كوفي دفعتها في حياتي، وده بس مش عشان هي غاليه، لا علشان فرق العمله بتاعتنا طبعا، يعني مش عايزه اتكلم عليه. فجبت بقى الكوفي دي وطلعنا نشربها فوق. هو بيكون دورين زي ما انتوا شايفين، وده كده شكلها بجد ايس كوفي. هو عادي ما فيهوش حاجه واو، هنا يعني في حاجات كتير ألذ بكتير، بس هو كان لذيذ عامه. واخدنا معاه التيراميسو برضو، كان طعمها يعني مش احلى حاجه، الكوفي كان احلى الصراحه، التيراميسو كانت تقيله قوي. وتصورت طبعا سيلفي كالعاده، وبعدين بقى صورت لكم المكان بشكل اوضح وانا نازله خارجين منه. وبس كده، ده كده كان اليوم بتاعي للنهارده، واشوفكم في تقريبا هيكون اخر فلوج لبكره. واستنوا بقى وستي توند. واخر حاجه شفتها المحل بتاع الهيلثي ده اللي ملناش دعوه بيه خالص دلوقتي.